صباح الخير. صباح الخير. حضر الفطار والقهوة يا أم حسن. النهاردة عيد ميلاد سمير. أنا حازم الأستاذ جيهان وجارنا الأستاذ عزيز ومراته نادية. ما تنساش تجيب اللوازم وانت راجع من الشغل، ها؟ حاضر ان شاء الله. يلا مع السلامة. الشنطة يا ام حسن. أنا فاكر احتفال السنة اللي فاتت، كان بابا لسه موجود. أنا كنت قاعد باكل التورتة، كنت بسمع المناقشة بينه وبين مراتي. يا عمي يا عمي، ده عيد ميلاد اهدى. أنا كنت عاوز أعزم صحباتي. وإيه الداعي إننا نعزم ناس غرب؟ هما هيفرحوا زينا يعني؟ دول ما يجيش من وراهم غير الحسد. أنا فرحان النهاردة، أخيرا هيحصل تغيير. اليوم هنحتفل. وأنا راجع من الشغل وقفت عند دكان لعب واشتريت قرد بزنبلك بينط وبيسقف بإيديه، واشتريت صواريخ وورق ملون. وقفت تاني عند محل ورد واشتريت ورد. لما رجعت البيت دخلت اوضتي وانا بصفر، وبعدين قفلت الباب وطلعت القرد ودورت الزنبلك وقعدت اتفرج عليه وهو ينط ويسقف بايديه. ودورت الزنبلك تاني وقعدت اتفرج. نسيت اني جايبه عشان ابني سمير وقعدت العب بيه. أنت اللي بتلعب؟ ده معقول ده؟ هاتوا أنا هلعب بيه شوية. أنت عارف يا حلمي، الحفلة النهاردة هتكون ظريفة قوي. سيب القرد بقى وتعالى معايا الصالون. الله، هو ده الصالون بتاعنا؟ طبعا، أنت ما شفتوش قبل كده؟ والله أول مرة أشوف الصالون كده من غير ملايات بيض. وبدأ الاحتفال وحضر عزيز ومراته وجيهان المحامية. هي ما كانتش جميلة لكن كانت ملفتة للنظر، كانت عكس مراتي تماما. وكانت مراتي سعيدة بيها جدا وفخورة بشخصيتها. انتوا عارفين يا جماعة، جيهان دي كانت قائدة في مدرستنا، وكانت هي اللي تزعمنا في المظاهرات، وكانت خطيبة المدرسة الرسمية، وكانت رئيسة الأخوات، ورئيسة فرقة التمثيل، ورئيسة كل حاجة. فعلا علامات الزعامة بادية عليها. مالكوا كده؟ بتزعلوا لما تسمعوا ان الستات هي اللي بتقود وهي اللي بتؤمر وتنهي؟ انت عارفة احنا نزعل ليه؟ علشان انتم بتتعبوا من نفسيكم على الفاضي.
المرأة هي اللي تؤمر وتنهي فعلا، ومش محتاجة لا مظاهرات ولا اضطرابات وخطب. لأن احنا بنحبكم وبنسلم لكم دقننا، فيصبح الرأي رأيكم والكلمة كلمتكم. لا يا أستاذ عزيز، أنا ما بحبش القيادة دي. أنا عايزة أخد حقي بإيدي، أخده غصب عنكم. سامعين الكلام؟ سامعين؟ دي المرأة الحديدية اللي هتوريكم بصحيح. ولا هتورينا ولا حاجة، دي هتتحول لراجل. وانت شايف اني اتحولت لراجل؟ انا من 5 سنين بشتغل، شفت منظري يدل على اني راجل؟ انت فاكر انك هتغلبهم يا صاحبي؟ اسمع نصيحتي، الطريقة الوحيدة اللي تغلب فيها اي ست هي انك تخليها تحبك، ولما تحبك هتسمع كلامك ومش هتتناقش. وانتوا ليه بتتصورونا كده مخلوقات ضعيفة ما عندهاش عقل وكل همها عواطفها؟ لا، ده احنا شطار وأقوياء، وضحكنا عليكم بالكلام الفاضي ده عشان ناكل عقلكم وناخد اللي احنا عايزينه. سامعين؟ ضحكنا عليكم. مفيش فايدة انك تتناقش مع ست، لانك هتلف وتدور، بعدين هتسلم لها باللي هي عايزاه، لان دمهم خفيف، ولان لذة ارضائهم تفوق لذة الحقيقة. انا شخصيا برفع الراية البيضاء واسلم. برافو يا جيهان، كسبنا القضية. أشكرك حبيبتي. ودلوقتي فين أتعاب القضية؟ أنا عاملالك عشاء هتاكلي صوابعك وراه، ده بقى أتعاب القضية. هايل. اتفضلوا يا جماعة، السفرة جاهزة. وأثناء العشاء كنت ببص للناس اللي قاعدين معايا. الأستاذ عزيز راجل في 40 من عمره، بيتكلم بحدة ويضحك بصوت عالي، وطول الوقت ما شالش عينه عن جيهان، وكان الحديث بيدور عن المحاماة والحاجات اللي شافتها جيهان أثناء العمل. انت عارفة يا جيهان، احنا عندنا قضية وقف رافعينها بقالنا سنين وما وصلناش فيها النتيجة. ايه رأيك يا حلمي اننا نسلم القضية لجيهان؟ والله فكرة، مفيش مانع. أنا هاخدها وهاخد فيها 1000 جنيه. وأنا مستعد، اكسبيها الأول وأنا هديكي 1000 جنيه. اتفقنا، عدي عليا بكرة في المكتب عشان الإجراءات. تسلم ايديك يا أمينة هانم، الأكل رائع. ألف شكر يا أستاذ عزيز. اتفضلوا يا جماعة على الصالون. ولعت السيجارة ودخلت بعديهم الصالون، لقيت جيهان حاضنة ابني وبتلعب معاه. اقف يا سمير، طب والله لحصلك. ولفت انتباهي صوت الموسيقى الجميل. في البداية كنت فاكر انه الراديو، لان البيانو عندنا مجرد قطعة اساس بيتراكم عليه التراب من سنين محدش يلعب عليه. لكني فوجئت بمدام عزيز قاعدة على الكرسي واندهشت من نفسي. انا ازاي ما اخدتش بالي من مدام عزيز؟